بنتكلم على التعدين، وان ازاي ان انا لما استخرج المعادن من باطن الارض دي يبقى دي اسمها عمليه التعدين. طيب احنا عندنا معادن كتير، انا هتكلم طبعا محور كلامنا كله على الوطن العربي، واتمنى طبعا ان احنا ما نكونش نسينا خريطه الوطن العربي. انا عندي معادن كتير قوي يا جماعه، لو جينا حاولنا مثلا نتكلم عليها، انا عندي كتير جدا من المعادن اللي انا عايز اتكلم عليها النهارده يا مستر. اهم المعادن في الوطن العربي اللي هي اساس الصناعه. لا يا منار، منار بتقول هي شكلها مش حالفه ان مش هتنشرح النهارده، لا هنشرحها ان شاء الله يا منار. برحب بيك يا ادم مره تانية. اهم المعادن في الوطن العربي طبعا عندي معادن كتيره جدا. اولا عندي الحديد، معدن الحديد. قال لي ايوه يا مستر. طب عندي معادن ايه تانية؟ قال لي يا مستر عندنا المنجنيز. المنجنيز قال لي ايوه. برحب بيك يا ريم. ريم بتنضم لينا اهو. ماشي يا منار، ماشي يا عبد الرحمن. رقم 3 يا مستر، برحب بيك يا ريم. عندي كمان الرصاص والزنك، دي برضو من ضمن المعادن. قال لي ايوه اكسلنت منار. عندي يا مستر الفوسفات، وعندي كمان الالومنيوم. طيب الخمس معادن دول يا مستر ياسر المفروض اعرف منهم ايه في نهاية المحاضرة بتاعتي؟ برحب بيك يا ماركو مرة تانية. زي ما احنا متعودين من زمان من الترم الاول بنحاول نفهم مش بنحفظ. انا عندي 5 معادن عايز اتكلم على اولا اهمية كل معدن. اهمية المعادن، اهميته ايه؟ تاني حاجة ايه هي اهم الدول المنتجة له؟ اهم الدول المنتجة. يعني انا برحب بيك يا علي من ضمامك مرة تانية. عايز اعرف. ماشي يا منار، جميل جدا. يبقى انا عايز اعرف يا منار ايه اهمية الحديد، ايه اهمية المنجنيز، ايه اهمية الرصاص والزنك، واهمية الفوسفات والالومنيوم. مش بس كده يا مستر ياسر، عايز اعرف مين اهم دول في انتاج كل معدن في دول الوطن العربي يا عبد الرحمن. ما احنا بنتكلم في نطاق الوطن العربي ده، انا حتى العنوان بتاعي بقول لك ايه؟ اهم المعادن في الوطن العربي. يبقى انا محور كلامي كله على الوطن العربي. طب يلا بينا واحدة واحدة كده نتكلم على المعادن ديت ونشوف ايه اهميتها. يلا يا آية. آية عادل، اخت محمد عادل تقريبا بقى في سنة 5 صح ولا لا؟ صح. الحديد ماشي يا حبيبي، اتفضلي يا آية. الحديد أهميته أكثر المعادن استخداما في الصناعة وأرخصها. عماد الصناعة الحديثة، تقوم عليه صناعة الصلب الذي يعتبر أساس الصناعات الثقيلة مثل الآلات، وسائل النقل، حديد التسليح. الإنتاج، ينتج الوطن العربي حوالي 12 مليون طن، أي 2% من الإنتاج العالمي. جميل جدا 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 ليك يا آية. بنحيي آية تحية جميلة قوي يا جماعة. نحيي زميلتنا لو سمحتوا، تحية جميلة جدا جدا جدا. طبعا برحب بيك يا مراد وعودتك مرة تانية يا حبيبي. بتقول لي يا مستر والله أهمية الحديد يا مستر ياسر، يجي لي في الامتحان سؤال بما تفسر أهمية الحديد في الصناعة أو أهمية الحديد كمعدن في الوطن العربي. أقول له تعالى، أولا أكتر المعادن استخداما في الصناعة وأرخصها. يعني إيه الكلام ده؟ ده أكتر معدن يا جماعة ألاقيه في كل الصناعات هو الحديد. يعني أنت لو تخيلت أي صناعة تتخيلها بتلاقي فيها معدن الحديد ده. يمكن حتى الكمبيوتر، صناعات الإلكترونيات اللي قدامنا ده ممكن تلاقيه حديد، ولو تلاقي حتى مسمار حديد. الكرسي اللي انت قاعد عليه فيه حديد، التيبل او الديسك اللي قدامك او الترابيزه فيها حديد، مثلا الموبيليا فيها حديد، صناعه العربيات كلها حديد، الطائرات تلاقي فيها جزء حديد، مركبات الفضاء لا ما فيش صناعه موجوده تخلو من الحديد في اغلبها. وفي نفس الوقت هو رخيص، هو ارخص المعادن، يعني
في تكلفته والكلام ده كله هو رخيص؟ قال لي ايوه. طب الأهمية التانية، قال لي يا مستر بتقوم عليه أو هو أساس الصناعات التقيلة. يعني إيه صناعة تقيلة؟ قال لي كلمة الصناعة التقيلة دي يا جماعة بتطلق على بتطلق على إيه الصناعة التقيلة دي يا مستر؟ قال لي على الصناعات اللي هي حجمها كبير قوي، زي مثلا القطارات. القطر ده صناعة تقيلة حجمه كبير. الكباري العملاقة، ما نيجي نعمل كوبري مثلا يعدي من على نهر النيل ولا حاجة، زي كوبري قصر النيل ولا 6 اكتوبر ولا الكلام ده كله، ده هعمله بايه؟ هعمله بالبلاستيك؟ هل ينفع اعمل كوبري بلاستيك؟ ما اجي اعمل المترو الانفاق اعمله بلاستيك ولا اعمله الومنيا؟ طبعا ما ينفعش. ها ولا ايه؟ لا. طب القطر، العربيات اللون الكبيرة اللي قدامنا على السلايد دي، على فكرة احنا بنبيع العربية الأخيرة اللي هي الجيب الشرودي، اللي عايز يشتري يا جماعة هنعمل سحب عليها في الآخر واللي هيكسب هياخد العربية دي، واللي هيخسر هنديله الراجل اللي واقف بيتكلم في التليفون ده. هنديله الراجل اللي هيخسر. طبعا دي الصناعات دي كلها هستخدم لها معدن ايه يا مستر ياسر؟ طبعا لازم استخدم الحديد يا مستر. دي فورد، ادم بيقول لي دي فورد، ممكن الله اعلم بقى، انا مش خبير عربيات قوي يا ادم، مش مشكله، اي عربيه بشكلها نظيفه يعني، دفع رباعي 4x4. طبعا يبقى بتقوم عليه الصناعات الثقيله. يعني لو جبت امتحان يقول لي صح ولا غلط، يعتبر المنجنيز هو اساس الصناعات الثقيله، صح ام خطأ؟ المنجنيز هو اساس الصناعات الثقيله. برحب بشادي سامر، وكل سنة وانت طيب يا شادي. ومينا برحب بيك يا مينا وعودتك مرة تانية. ها المنجنيز حودة وآلاء، ها جميل جدا جدا جدا. حودة يا آلاء طبعا بقول له غلط يا مستر، لأن المنجنيز ليس أساس الصناعات الثقيلة يا أدهم، ولكنه معدن الحديد. طب كويس، يبقى انا عرفت انه اكتر معدن بستخدمه في الصناعة، وفي نفس الوقت اساس الصناعات التقيلة. الحاجة التانية، بننتج منه قد ايه في الوطن العربي؟ قال لي انتاجنا قليل جدا. حوالي قد ايه؟ قال لي 12 مليون طن. لا انا يهمني كام في المية من انتاج العالمي. وانت طيب يا شادي، وكل سنة وانت طيب يا حبيبي، ربنا يخليك. انتاج الوطن العربي بالنسبة للعالم كله، قال لي 2% بس. يعني كمية قليلة طبعا، لما يكون الوطن العربي اللي بيكون من 22 دولة ومساحة 14 مليون كيلومتر مربع، يمكن اكبر من مساحة اوروبا، وينتج 2%، طبعا مساحة قليلة. طيب كويس جدا. طب انتاجنا منه قليل. طيب ولما نيجي نصدر اخر سطرين بيقولوا ايه يا محمود؟ اقرا لي، عايزك تقرا لي اخر سطرين بس لو سمحت. يسهم الوطن العربي بنحو 10% من تجارة الحديد الدولية، لأن معظم إنتاجه يصدر خاما لتأخر الوطن العربي في صناعته. مصر عايز أقول حاجة يا مصر، هو ازاي مصر بينتج 2% وبيصدر 10%؟ ازاي؟ حاضر هقول لك يا حبيبي، حاضر. المهم برحب طبعا، بشكرك يا حوده وبنحييه يا جماعه على قراءته. بيقول لي ان الوطن العربي بيسهم في كام؟ ب10% في التجاره الدوليه. ازاي يا حوده بقى؟ بص خليك معايا. كلمه التجاره الدوليه تجاره العالم كله، التجاره الدوليه دي كلها كانت تعتبر 100%. دول العالم اللي بتصدر 100%. الوطن العربي بينتج قد ايه؟ 2%. ال 2% دي كتير، هي مش شوية كإنتاج، لا شوية حلوين يعني. طب في التصدير لما اجي اصدر بصدر قد ايه من جملة التجارة ديت؟ ده انا مش معنى كده 2%. محمود بيقول لي ايه؟ ازاي هو بينتج 2 ويصدر 10%؟ لا، ال10% دي بالنسبة للتجارة العالمية.
انما ال 2% دي بالنسبة للانتاج. واضح يا سنة تانية؟ هي نقطة برضه ممكن نتلخبط فيها، يعني محمود من حقه انه يتلخبط، يقول لي ازاي يا مستر انت حضرتك بتقول لي 2% ويجي يصدر لي 10%؟ ازاي تفهمها لي كده بالعقل؟ احنا بنفهم ما بنحفظش. اقول لك لا يا شباب يا بنات، ده كلمة 2% دي ده انتاجه بالنسبة للعالم كله. طب لما يجي يصدر بالنسبة للعالم بقى، لتصدير الدول العالم كلها في التجارة الدولية، قال لي لا ده هو بيصدر 10%، يعني كمية كبيرة. كمية كبيرة ليه؟ قال لي لان كل الدول بتصدر الانتاج خام، دول الوطن العربي ما بتصنعوش. يعني ايه؟ ما هو انا لو الدول دي بتصنع ال 2% دي يا حودة كان التصدير هيبقى قليل، التصدير الخام بتاعي قليل، لان كل دول الوطن العربي بتصنع. انما اللي بيحصل ايه؟ الدول الوطن العربي تصدر معظم انتاجها خام، يعني حتى ما بتصنعوش، لا ده بتصدره وهو خام قبل عملية تصنيعه.